عمرك حسبت انت قضيت كام ساعة على السوشيال ميديا؟ يعني انا حسبت الحسبة دي ولقيت نفسي بقضي حوالي 6 ساعات و7 ساعات واحيانا بتوصل ل10 ساعات، يعني حوالي تلت اليوم ضايع وانا مش واخد بالي. واكيد انت كمان واقع في نفس المشكلة دي، يعني ساعات بفتح التطبيق من غير سبب واقعد عليه حوالي بالساعتين او بالثلاث ساعات وانا مش عارف داخله ليه اصلا. خلاص عرفته، خلاص انا جاي في الطريق. وساعات كمان بس اشوف حاجه مهمه على التليفون ولاقيني بقلب في فيسبوك او يوتيوب وانا مش واخد بالي. اللحظه دي حسيت اني مش متحكم في وقت، لا الموبايل هو اللي متحكم فيا. وبدات اسال نفسي، هو انا مدمن؟ ولو مدمن ازاي اتعالج من الادمان اللي انا فيه ده؟ وده هيكون الفيديو بتاع النهارده. وقبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك في القناه وتعمل سبسكرايب واكتب لي في التعليقات ايه المشكله اللي بتواجهها وعايز نتكلم عليها الفيديو الجاي. خليني اقول لك على العلامات اللي استكشفتها في نفسي وخلتني اقول على نفسي ان انا مدمن، ويمكن انت كمان تلاقيها في نفسك. كنت قبل ما اصحى من النوم، قبل حتى ما اغسل وشي او اصلي او اي حاجه، كنت دايما اروح امسك التليفون وكمان مش عارف انا بمسكه ليه، بس على الاقل لازم امسكه واقلب في التيك توك او اقلب في الفيسبوك او في اليوتيوب شورتس او اي حاجه، بس لازم امسك التليفون اول ما اصحى. او ساعات بكون قاعد اذاكر او اشتغل وفي نوتيفيكيشن بتيجي او رساله بتيجي وبسرعه اروح امسك التليفون واشوف الرساله دي ايه، وكمان ما اشوفش الرساله بس، لا ده انا كمان بقعد على التليفون ده حوالي ساعتين او 3 بعد ما اشوف الرساله كمان، وده كله انا مش حاسس بالوقت خالص. واكتشف في الاخر ان في ساعتين او 3 ضاعوا مني وانا مش عارف ضاعوا ازاي. او لما اكون زهقان او فاضي بمسك التليفون على طول، ما بعملش حاجه مفيده، يعني مثلا ما بتمرنش او اعمل اي حاجه، لا بمسك التليفون على طول. يعني والاسوأ من كده كمان ان انا مثلا بدخل عشان اشوف حاجه مهمه والاقي نفسي قعدت بالنص ساعه او بالساعه بقلب في حاجات ملهاش اي علاقه باللي انا داخل عشانه اصلا. مشكله الادمان مش في الوقت بس، لا ده مشكلة أعمق من كده بكتير. المخ بيفرز مادة اسمها الدوبامين، ودي مادة بتخليك تشعر بالسعادة لفترة صغيرة جدا، وده اللي أنت بتعمله لما بتمسك التليفون. أحيانا لما يجيلك لايك أو كومنت على حاجة بتحس بمكافأة سريعة، صح؟ سعادة سريعة بتزول على طول. وأحيانا بيجيلك لما يجيلك مثلا لايك أو كومنت على بوست أنت نزلته أو فيديو أنت نزلته بتحس كده بسعادة صغيرة. علي النعمة، أنت بتتكلم صح. يعني بدل ما نركز على هدف طويل المدى بقينا نركز دلوقتي على هدف قصير المدى، زي مثلا ان انت تشوف فيديو تيك توك حوالي دقيقه اقل من دقيقه كمان. بقينا ندور على جرعه السعاده السريعه، زي ان انت تسمع فيديو او لايك يجيلك او كومنت يجيلك، والنتيجه ان تركيزك بيقل ونومك كمان بيتلخبط. الاوسخ من كده ان ثقتك بنفسك بتتهز. ليه؟ لانك بتقارن نفسك بالفيديوهات اللي قدامك، واحيانا الفيديوهات اللي قدامك ما بتبقاش حقيقيه، زي الفيديوهات اللي منتشره حاليا، فيديوهات الاكل او فيديوهات اللي انت بتشوفها في الساحل دي، وده بيأثر عليك نفسيا. والخلاصه ان السوشيال ميديا مش بتسرق منك وقتك بس، لا دي بتسرق منك وقتك ومشاعرك وحتى دماغك كمان. انا شخصيا كنت بضيع وقت كبير قوي على الموبايل، يعني مثلا اقعد نص يوم قدام الموبايل او نص يوم قدام الكمبيوتر، وكنت بقول دقيقه وهطلع، ولكن لا كنت بقعد بال8 ساعات وممكن كمان توصل ل 12 ساعه، ونص يوم بيطير وانا ما عملتش فيه حاجه اصلا. يعني مثلا انت لو دخلت شفت وقت الشاشه عندك هتلاقيه مثلا داخل في 6 ساعات او 8 ساعات، يعني حوالي نص يوم ضايع حرفيا. يعني لو دورت في الشهر في اسبوع طاير او اسبوع ونص طاير في الشهر حرفيا، يعني انت ما بتعملش حاجه في الاسبوع ده غير انت بتقارن نفسك بحاجات هي مش موجوده اصلا، ودماغك بتبوظ ونومك بيختلط. وانا كمان لما دخلت شفت وقت الشاشه عندي لقيتني داخل في ال 12 ساعه حرفيا ما بعملش حاجه غير ان انا بقارن نفسي بفيديوهات ملقاش اي لازمه وكمان مش حقيقيه. وفي الوقت ده حسيت ان انا لازم افوق ولازم اتعامل بره وما اقعدش قدام الشاشه دي وابقى عبد للشاشه حرفيا. انا قررت اعمل خطه بسيطه اتعافى بيها من الموضوع ده، وكمان هقولها لك عشان ممكن تساعدك. اول حاجه قللت استخدام الشاشه واستخدمت خاصيه سكرين تايم، وحطيت لنفسي حدود يوميه ينفع امسك فيها الموبايل ده، او ممكن انت كمان تكافئ نفسك بالموبايل ده. يعني ايه؟ يعني مثلا انت وراك حاجه مهمه خلصها وقول لعقلك ان انا بعد اخلص الحاجه المهمه دي همسك مثلا الموبايل نص ساعه او ساعه، ساعتها الحاجه دي مش هتبقى ادمان، لا هديه بتمنحها لعقلك او هديه بتمنحها لنفسك بعد ما انت ما خلصت الحاجه المهمه اللي انت عايز تخلصها. تاني حاجه لغيت الاشعارات تماما، يعني مفيش صوت بيخطفني اروح امسك الموبايل على طول واسيب الاشعار وادخل على الفيديوهات وزي ما انت فاهم يعني، لا الغي الاشعارات من عندك نهائيا. او لو مثلا انت شغال على حاجه مهمه شغلها، ولكن الغي الاشعارات مثلا من على التيك توك او فيسبوك او يوتيوب وخليها بس على الحاجه المهمه، تمام؟ ثالث خطوه كنت كل ما ازهق او ابقى فاضي امسك الموبايل، صح؟ الحاجه دي غيرتها بعاده مهمه او عاده مفيده اعملها، او اي حاجه مفيده اعملها بدل الموبايل ده، اي حاجه مهما كانت بسيطه اعملها بدل ما تمسك الموبايل ده وتتعود عليه. واهم خطوه بدات اركز على الحياه الحقيقيه، بدات اتعامل مع ناس بدل ما انا قلت لك حوالي 12 ساعه قدام شاشه حرفيا ولا بتكلم مع حد ولا بتعامل مع حد، صح؟ وتلاقيك انت كمان نفس المشكله دي. فجرب سيبك من الموضوع ده كله وتعامل مع ناس، او جرب الحياه الحقيقيه، جرب اعمل اي حاجه مهمه انت عايز تعملها، جرب روح الجيم، جرب اجري او امشي، جرب اعمل اي حاجه مفيده بعيد عن الشاشه دي او بعيد عن الموبايل ده. ما تخليكش عبد للموبايل،
خليك انت تتحكم في الموبايل، مش الموبايل هو اللي بيتحكم فيك. عيب عليك. الخلاصه ان ادمان السوشيال ميديا مش هزار، لا، ومش حاجه هتتعالج منها في يوم وليله، ولكن لو بدات بخطوه صغيره كل يوم هتفرق معاك. وبس كده الفيديو بتاعنا خلص، وما تنساش تشوف الفيديوهات اللي هتظهر قدامك دي، وتنزل تعمل لنا لايك سبسكرايب في القناه، واكتب لي في التعليقات عايز نتكلم عن ايه الفيديو الجاي. وبس كده، سلام.